لما أعلن عن انتقال رونالدو للنصر قبل شهر من انتقاله، اليوم الجمهور العراقي ترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هل سيتواجد رونالدو في كربلاء؟ الموضوع يبدو عند الجماهير هو رونالدو فقط مو النصر، لكن الموضوع عندك بكل تأكيد يختلف. صحيح، هو يعني الشيء الجميل انه اول مباراة للنصر ستكون مع شرطة في تاريخ 16 سبتمبر، اقل من شهر ان شاء الله، وسيحل النصر ضيفا على الشرطة في العراق وتحديدا في استاد كربلاء. واكيد رونالدو راح يكون من ضمن المتواجدين او اول المتواجدين، لان تعتبر هذه البطولة مهمة للنصر في نظامها الجديد. فبالتالي انا اشوف يعني هناك اراء يعني في الشارع العراقي انهم يتمنون ان يكون الملعب في البصره لانه يتسع لعدد جماهير اكبر، لكن يعتبر ملعب كربلاء من افضل الملاعب صراحه يعني في العراق، وكذلك في منطقه الشرق الاوسط. سبقا لعب النصر ضد الزوراء عام 2019 في نفس هذا الملعب، فاز النصر. يعني يعتبر هذا الملعب وجه خير او فاعل خير على فريق النصر. فاتمنى يعني ان شاء الله ان تكون مباراه جميله ويعني وتكون ممتعه، وكذلك اتمنى تألق الدون في هذه المباراه. لكن بكل تاكيد انه خبر جميل صراحه للشارع العراقي وجود او قدوم نادي النصر بنجومه وعلى راسهم كريستيانو رونالدو. بكل تاكيد يعني مثل هذه المباريات، حضور مثل هذه النجوم يعيد الشغف او يلتقي المحبين اللي هو جمهور رونالدو في او يلتقي الجمهور العراقي المحب لكريستيانو رونالدو وكذلك جماهير النصر للالتقاء يعني بنجومها في هذه المباراه. شبكة نجوم الرابعة، اشتراك واحد، محتوى متعدد.